طبعا كلنا بنحب الكيكة ومفيش اختلاف عليها. النهاردة قلنا نعملها بطريقة مختلفة شوية وعملنا كيكة السينابون. بجد طعمها تحفة. صوص الجبنة اللي بيتحط عليها بيخليها في حتة تانية. هتعجب كل الولاد الكبار والصغار، وكل اللي هيدوقها معاك يعني من ايدك هيقولك ازاي عاملاها ويطلبها منك تاني بألف هنا وشفا. بصوا شايفين الجمال بتاعها والطعامة بتاعتها. بجد طعمها جميل الصوص بتاعها تحفة. تعالوا نشوف عملنا كل الجمال ده ازاي. جبت اول حاجة ربع كوباية لبن، وجبت عندي نص كوباية سكر، وربع كوباية لبن بودر، يعني ربع كوباية لبن عادي او حليب وربع كوباية لبن بودر. تمام. وحطيت كمان جبنة كريمي، اللي هي الجبنة اي جبنة بقى كريمي عندك، بس اللي تكون من غير اي طعم. حطيت منها معلقتين كبار ومعلقه زبده، ودمجت بقى كل المكونات دي مع بعضها. ضربتها بقى في الخلاط او بالهاند بلندر زي ما يعجبك. بعد كده بقى لما القوام كله يختلط ببعضه ويتقل كده، لقيته تقيل شويتين، فحطيت له معلقتين لبن تاني. لو انت عايزاه يبقى يفضل تقيل كده براحتك سيبيه تقيل، لكن انا خفيته بمعلقتين لبن. بعد كده ضربته كمان مره، وبعد كده هتشوفوا القوام بتاعه معايا خف شويه، لان هو كده كده لما بيقعد في التلاجة بيتقل تاني. فاهمني؟ هنكمل بقى بقيه الوصفه ونعمل الكيكه بقى. مكونات الكيكه العاديه اللي هي كوبايه سكر وبيضتين ونص كوبايه زيت، حطيتهم في الخلاط مع طبعا رشه ملح وربع معلقه فانيليا. ونضرب بقى كل الكلام ده مع بعضه، مع بحط ربع كوبايه ميه. فاهميني يا جماعه؟ عشان بس الخليط ده ما يبقاش تقيل على الخلاط فيجرى له حاجه لا قدر الله، فبحط ربع كوبايه ميه يختلط مع بعضه بقى ويتجانس. بعد كده بنقوم جايبين الدقيق بقى، بنضربه بقى كويس جدا لحد ما نحس انه القوام بتاعه بقى كريمي كده وفتح. تمام. بجيب بقى كوبايتين دقيق بننخلهم كده، وبعد كده بجيب عندي ظرف بيكنج باودر اللي هو كيك شيف ده، بنخله برضو عادي. وبعد كده ندمج بقى المواد الجافة مع بعضها، وبعد كده نقوم واخدين بقى المواد السايلة نضيفها على المواد الجافة ونقلب بقى. بس طبعا بنقلب بالراحة علشان خاطر الهواء اللي احنا ضربناه في الخلاط ما يرجعش يخلي الكيكة بتاعتنا مش احسن حاجة. بصوا بنضرب بس بالراحة، بنقلب كده بالراحة بالراحة جدا. فاهميني؟ بعد كده سخنت بقى او غليت نص كوباية لبن، دي بقى بتخلي الكيكة بتاعتنا هشة وجميلة. غليتها وضفتها فوق المكونات ديت، واقلب بقى تاني كده بالراحة اهو زي ما انتم شايفين، لحد بقى ما الخليط بتاعي يبقى كريمي وجميل كده اهو. بصوا كده تمام بقى، هو ده القوام المطلوب. جبت بقى الصينيه بتاعتي دي، دهنتها بقى زيت كده، ووزع بقى الزيت كويس جدا في الجناب وفي الجدران كده وفي الحته البوزه دي. بعد كده عفرتها بدقيق. خدت بقى هنا يجي 4 معالق كده من الخليط بتاع الكيكه، حطيتهم في البوله دي. بعد كده حطيت عليهم معلقه قرفه، حطيت عليهم معلقه كاكاو، وهدمج بقى كل الكلام ده مع بعضه مع برضو معلقتين لبن. تمام. عشان بس القوام يبقى خفيف سيكه. نقلب بقى كده كل المكونات دي مع بعض. بعد كده بقى نصب الكيكه. بعد كده بقى اقوم جايه شايله وده حاطه بقى حبه من اللي هو الكاكاو مع السينابون. تمام. ارجع بقى احط بقيه الكيكه بتاعتي عادي اهو. وبعد كده احط بقيه الخليط بتاع الكاكاو والسينابون اهو. طريقه سهله وبسيطه، وفعلا الطعم بجد كان في حته تانية بألف هنا وشفا. جبت بقى العصايه بتاعت الشيش طاووق، وطبعا لازم نعمل التعريجات دي كده، ونخبطها خبطتين وندخلها الفرن اهي. بسم الله ما شاء الله. بقى بعد ما طلعت من الفرن بسيبها بقى لحد ما تهدى، وبعد كده بنقلبها اهي. قلبتها بقى معايا، بسيبها بقى لحد ما تبرد عشان ما تبقاش سخنه بس. وانا بصب عليها الصوص بتاع الجبنه، سيبها تبرد شويه. بعد كده بقى حطيت الصوص بتاع الجبنه ده في كيس تلاجة، وعملت له خرم صغير، ووزعته بقى كده زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله تحفه، تفتح النفس والله بألف هنا وشفا. وبعد كده بقى عندي صوص شوكولاته او بديل اللي هو النوتيلا ده، خفيته بمعلقتين زيت وحطيته برده في كيس تلاجة، ووزعت كده زي ما انتم شايفين. بعد كده برده كان عندي صوص كراميل جاهز، برده هحط منه فوق فوق صوص الشوكولاته ده.
حاجه بسيطه يعني، كانت فاضله في اخر الايه، في اخر العبوه بس. وبعد كده بقى هاتي السكينه بقى وقطعي وكلي بقى واستمتعي بالطعام والجمال ده بألف هنا وشفا. تحفه بجد تحفه. ان شاء الله يا رب الوصفه تعجبكم النهارده وتنور رضاكم. ما تنسوش بالله عليكم اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان القناه تكبر بيكم معاكم. بالله عليكم فضلا وليس امرا، بتمنى منكم ان انتوا تدعموا قناتي علشان تكبر بيكم معاكم وتكون مصدر رزق ليا والبيتي. بصوا بقى يا جماعه الجمال، تحفه بجد تحفه. اهي بألف هنا وشفا. بنجيب بقى بصوا واحده ونحط عليها بقى الصوص تاني بتاع الجبنه ده، نغرقها بقى صوص جبنه. يا سلام بجد تحفه خطيره خطيره والله العظيم. بألف هنا وشفا. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وينور رضاكم. متنسونيش بالله عليكم من الكومنتات الحلوه، واشوفكم في فيديو جديد على خير. مع الف سلامه.